بگردن ام دست بگه خیرهاتنا و حمیان دکن و دعوت دکن ام دقاق رزگردن جبو شهیدن آزادیه بری گو ام دست بگردن اليوم جميع النساء في العالم. 8 آذار يوم المرأة العالمي. في هذه المناسبة نبارك ونهنئ القائد عبد الله أوجلان رفيق درب المرأة إلى الحرية والعيش بكرامة وعدل ومساواة في مجتمع ديمقراطي. ونهنئ أمهات الشهداء المضحيات بفلذات أكبادهن من أجل تحرير تراب الوطن وقضية شعبه. كما نهنئ جميع الرفيقات المعتقلات في سجون الإرهاب والمقاتلات والمناضلات في الخنادق والساحات وجبهات القتال. ثورة 8 آذار قامت وما زالت قائمة ومستمرة في تحطيم القيود والعادات البالية، قيود الذل والعبودية والتمييز المطبقة من قبل السلطة الذكورية والتي تقف أمام حرية المرأة وتطور المجتمع. وفي هذا اليوم استطاعت المرأة إيصال رسالتها إلى العالم عن كشف حقيقة وواقع المرأة في ظل هذا المجتمع الذكوري المتخلف القائم على السلطة. وبإرادتها ووعيها وإدراكها بواقعها نظمت نفسها وحاربت جميع القوى المتخلفة والمظلمة. ففي شمال وشرق سوريا روجافا مثلا نرى ثورة 8 آذار مستمرة ومتواصلة كل يوم. فسجلت المرأة الكردية دورا فاعلا في المعارك ضد الاحتلال وضد تنظيم الدولة الإسلامية داعش، وسطرت عمليات بطولية في تاريخ الثورة وانتصارها. فهي أيضا تناضل وتحارب إلى جانب الرجل ضد سياسات الإبادة والاحتلال من قبل الدولة التركية. ودخلت المرأة جميع مجالات الحياة السياسية والعسكرية والاجتماعية. ووفقا لنهج وفلسفة القائد عبد الله أوجلان استطاعت خلق مشاريع وبرامج سياسية مناهضة لمفهوم الدولة والسلطة الفردية، وتطبيق نظام الرئاسة المشتركة في الإدارة الذاتية وتطبيق الأمة الديمقراطية. وبهذه المناسبة نحيي نضال المرأة ومقاومتها في كل مكان، وبخاصة نساء فلسطين المقاومات والمتمسكات بأرضهم وبقضيتهم ضد الاحتلال. وندعو جميع النساء في العالم إلى التكاتف والتضامن بمواصلة النضال ضد كل مظاهر العنف والتعصب والتمييز والظلم. ومن هنا أيضا ننادي جميع القوى السياسية ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي إلى كسر سياسة العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان وجميع المعتقلين السياسيين. وندعو إلى وقف أعمال القتل والتشريد والتهجير على مناطق الإدارة الذاتية من قبل الدولة التركية، والتي تضال المدنيين والنساء والأطفال. وكل عام وجميع النساء بألف خير وأنتم بألف خير. جيانا آزادي.
قوتهن وعزيمتهن في ساحات القتال ومواجهة الإرهاب، ودورهن الرائد في بناء مستقبل مشرق على منهج الأمة الديمقراطية المستمر في دعم المساواة وتحقيق حقوق المرأة في كل العالم. شكرا لكل امرأة تلهم وتبني مجتمعا أفضل. كل عام وأنتن بخير. 8/3/2024 ممثلية لبنان للإدارة الذاتية. جن جيان آزادي. جن جيان آزادي. وحروب إبادة، وخاصة الشعب الكردي الذي يناضل من أجل الوجود ضد الاحتلال التركي. فجميع الحروب في العالم في هذا القرن هي حروب ضد النساء، لأن النظام الذكوري لا يريد بأي شكل من الأشكال الاعتراف بوجود المرأة كإرادة. ففي العام الماضي تم استهداف العديد من المناضلات من قبل الاحتلال التركي، وخاصة استهداف الشابات المناضلات الرياديات. فالرفيقات فجين وسارة وبيشان الذين كانوا رياديات للشابات وكرسوا كل حياتهم للنضال من أجل حرية المرأة، تركوا لنا ميراث كبير من أجل أن نتابع دربهم ونحقق ما كانوا يطمحون له. فإننا كشابات في لبنان نعاهد الشهداء بأننا سوف ننتقم لرفاق دربنا ولن نترك النضال، وبشعار المرأة الحياة الحرية ستنتصر